لكن انا النهارده عايز اتكلم على اولويات تطور على مدار 6 شهور، سنه، مده اكبر من كده بشويه. احنا بنحسبها ازاي؟ عايزين الاول نعمل واحنا بنعين الاولويات، عايزين نعرف 3 حاجات او 4 حاجات. اول حاجه، المهمه اللي انا عايزها دي تقدير الزمن بتاعها ازاي. هقدر انهي زمن بتاعي لظروفي، طبقا لاختياراتي، طبقا لامكانياتي. انا هتعلم بلاننج في شهر، محمد فتحي هيتعلمه في اسبوع، امكانياته كده، وقته كده، قدراته الذهنيه على الاستيعاب كده. مهندسه نهال هتتعلمه في شهرين، ما عندهاش وقت، ما بين ارتباطات شغلها وبيتها الوقت المتاح ليها في النص صغير. يبقى الاول بنحط ايه؟ الزمن بتاع التاسك ده، وبعد كده بنشوف الحاجتين دول. لما اتعلم المهمه دي انا هكسب قد ايه واتجنب خسائر قد ايه. هديكم مثال عملي دلوقتي قرب الدنيا دي في ذهننا، بس خلينا ناخد الافكار الرئيسيه. وانا لما بتعلم الشغلانه دي بعظم مكاسبي لدرجه معينه، او لازم اتعلم الشغلانه دي عشان ما اخسرش في 1 2 3. يبقى عندي اتجاهين مختلفين لكن الاثنين ايجابيين، ما بين مكسب او تقليل خسائر. وفي نفس الوقت المكسب ده والخسائر دي هيجوني بانهي سرعه. طيب نشوف حاجه كده عمليه. عندنا مدير مشروع او عايزين مهندس نعده يبقى مدير مشروع جيد، عايزين نعلمه ال3 حاجات دول: اداره الريسورسز، اداره الريسورسز والسكيدول، البرامج الزمنيه، والكوست والبادجت. لازم اعلمه ازاي يبقى يعرف يحسب حسابات تكليف والميزانيه بتاعت مشروعه تتعمل ازاي، ويعمل ازاي جدول زمني ليه، او على الاقل يفولو اب بشكل كويس عليه، ويدير الريسورسز بتاعته ازاي. واخترنا لها هنا وحدات وقت، وليكن ايام مثلا. هيتعلم دول في 60 يوم، وهيتعلم السكيدول في 15 يوم، وهيتعلم الكوست والبادجت في 40 يوم. قبل ما نخش على الجدول اللي وراه، تفتكروا يتعلم ايه الاول؟ سكادجول، معنى عشان يقدر ينظم الوقت بتاعه ويعرف هيتجه في أنهي اتجاه بالظبط. طيب ما انت عندك في هنا حته خطيره جدا، الريسورسز دي المقاولات او الانشاءات عموما، التكلفه الاكبر ليها اي بند بتنفذه بتلاقي 80% من تكلفته خاماته، اللي هي ايه؟ اللي هي الموارد بتاعته، اللي هي دي. طب لو انت ما ظبطتش دول ممكن تهدر كتير وتروح المشروع يخسر منك، وده له علاقه برضو بالكوست والبادجت. فهل دول اكثر اهميه من ده ولا لا؟ يعني هي وجهه لا نظر برضو ان دول هتتعلمهم في وقت صغير، بس مش ده العنصر الاساسي للموضوع. طب خلينا نشوف الحاجه اللي وراها، وهنعمل هنا استيميشن للحاجات اللي احنا قلناها. درجه المكسب المتوقعه ايه انا لما اتعلم ريسورسز؟ يعني انا خدت السكيل هنا الاول للحاجات دي من 1 ل 5، ولازم هنا برضو اوحد السكيل اللي انا بقيس بيه. دي نقطه مهمه قوي. الخانات دي اللي هي درجه المكسب ودرجه تقليل الخسائر والسرعه لازم يكونوا بنفس السكيل عشان اقدر احسب على بيس صح. هنا اخترته من 1 ل 5، اقصى حاجه 5. درجه تقليل الخسائر هيقلل لي خسائر كتير قوي فبقيت 5. هنا مش هيكسبني كتير فبقيت 3. طب النتيجه اللي انا هاخدها لما اتعلم دي هتجيني امتى؟ هتجيني فورا. الخسائر او تقليل الخسائر والمكسب هيجي فورا نفس الليله السكيدول. طب درجه المكسب 3، طب تقليل الخسائر 4، طب حدوث الاثنين 2. طب الارقام دي انا جايبها منين؟ الارقام دي جايبها من استنتاج شخصي او خبرات سالت عليها. انا بسال في الاول الكلام ده ممكن يفيدني بشكل كتير، يفيدني بسرعه ازاي، وهيفيدني قد ايه، وهيقلل لي مشاكل قد ايه. وبحط ال3 ارقام دول، ودي اللي محتاجه سؤال وخبرات كتير على الثلاثه تاسك اللي انا عايز اتعلمها. لغايه دلوقتي الداتا دي جيفن، انا بجيبها وبحطها نتيجه ايه؟ خبرتي الشخصيه او
خبرات زملاء انا سالتهم. اوكي كده واضحه؟ نكمل. تمام. كمل يا هندسة. ماشي طيب. يا هندسة. بدخل الجدول اللي وراه، بجيب هنا حاجه اسمها القوه او الباور، وده بيكون حاصل ضرب الثلاث خانات دول، درجه المكسب وتقليل الخسائر والسرعه اللي بيجيني بيها المكسب او الخسائر. انا بقول دي قوه البند ده عندي ايه. لقينا اول واحد 75، تاني واحد 24، تالت واحد 36. طب تفتكروا ده ترتيب الاولويات؟ خلينا نعتبر ان القوه ده المكسب اللي انا هاخده والخسائر اللي ان شاء الله ما تكلفهاش، وفي نفس الوقت هيجيني بسرعه قد ايه. لو افترضنا ان هذا الرقم فلوس، انا في الاخر لما اتعلم دي هيجيني 75 وحده فلوس، ودول 24 ودول 36. لغايه دلوقتي لسه ما جبناش الاولويه، ولا الارقام دي تديكوا اولويه؟ كلكم قلتوا السكيدول. طب هنا السكيدول 24 بس. ده على فرض ان الافتراضات دي انا افترضتها صح، بس انا افترضتها لرؤيتي ولظروفي. والتايم ده انا افترضته برضو هتعلم فيه، التايم ده خاص بيا انا. اذا ساعدتني حاجه ستاندرد او انا استنتجت حاجه من بيرت، لكن ده خاص بيا انا، ممكن لزميل تاني ما يبقاش كده. ووصلت لغايه القوه دي. طب هنا احنا استخدمنا ايه في القوه دي؟ الثلاث خانات دول صح؟ لكن ما استخدمناش وحدات الوقت. طب لو احنا قسمنا الفلوس دي اللي احنا مسميها انا فلوس على وحده الوقت، لو قلنا ان انا هكسب 75 جنيه مثلا في الموضوع ده، او قيمه الحاجات دي 75 جنيه، انا هكسبها في 60 يوم صح؟ يبقى كل يوم ممكن اكسب فيه كام؟ جنيه وشوية. طيب ال 24 دول انا هكسبهم في 15 برضه جنيه وكسر، بس ممكن يكون اقل واكتر. ال 36 دول انا هكسبهم في 40 يوم. هنا بندخل بقى للخانه الثالثه اللي هي الاولويه. انا بشوف القوه اللي جايه لي من تاثير العنصر ده اللي انا هتعلمه في 60 يوم على الثلاث عناصر دي اداني كام. لقينا الاولانيه دي ادتني 1.3، قسمنا ال 75 على 60. الثانيه 1.6، 1.6. قسمت ل 24 بس على 15 يوم. الثالثه 0.9. يبقى الاولويه عندي هنا فين؟ هي طبعا صدفه جت السكيدول زي ما انتوا قلتوا يعني. سكيدول 1.6، عفوا 1.6 الاولانيه، وبعد كده الريسورسز، وبعد كده الكوست والبادجت. طبعا هرجع اقول تاني ان المثال ده مثال افتراضي، ممكن ما يكونش على ارض الواقع بالارقام دي. انا حبيت احط ارقام عشان اثبت بس ان مش جاست القوه الاكبر هي اللي لها الاولويه الاولى. لكن لو احنا عندنا نوع من التطور دلوقتي، كلكم كده بسم الله ما شاء الله شباب زي الفل، عايز بقى تتطلع انك تبقى حاجه تانية. منكم اللي ما بقاش مدير مشروع عايز يبقى مدير مشروع. طب هو محتاج يتعلم ايه عشان يبقى مدير مشروع؟ مش هيقدر يتعلم كل العناصر ان ذا سيم تايم، تبقى صعبه عليه كاستيعاب وترتيب ومتابعه ووقت، وممكن يكون فلوس كمان. اللي مدير مشروع عايز يبقى مدير مشروعات، عايز يبقى صاحب شركه، انا محتاج اتعلم ايه عشان ابقى صاحب شركه، وازاي ابتدي، ازاي ابتدي ابقى سي او، محتاج ايه. بدور على احتياجاتي واشوف وقتها ايه، واشوف الدرجات بتاعتي ماشيه ازاي عشان اقدر احط اولويه، اخد ايه قبل ايه قبل ايه.